قصص حقيقية من قلب المشرحة. الحلقة الثالثة. لو بتخاف بلاش تكمل الفيديو. في لحظة في شغلنا كلنا بنخاف منها، لما تفتكر ان الجثة نايمة وتتفاجئ انها فعلا بتتحرك، بس اللي بيتحرك جوه الجثة مش دايما بيكون الانسان اللي مات. القصة الاولى، العين اللي فتحت. واحدة من اغرب الحاجات اللي حصلت لي وانا بنظف جثة قبل التشريح. الجثة كانت لراجل كبير في السن، مات بسكتة قلبية، مفيش اي اصابات، كل حاجة طبيعية. وانا بنظف وشه عينيه فتحت واحدة منهم كده فجأة، وفضلت تبصلي حوالي 4 ثواني. مش رعشة عضلات، دي كانت نظرة كاملة كأن حد بيبص جواك. جريت ناديت الدكتور، رجعنا بصينا، العين كانت مفتوحة بس مفيش حركة تانية. هو قال لي احيانا العضلات بترتخي، بس لو حصلت لك تاني ما تبصش في العين. القصة التانية، صوت الخربشة. كنت لوحدي في اخر نبطشية براجع الحالات اللي هتتشرح تاني يوم. فجأة سمعت صوت غريب من اخر الممر، زي صوت خربشة بأظافر على معدن. الصوت جاي من واحدة من التلاجات. قربت لقيت الباب بيتحرك، حاجة بسيطة جدا. لمسته، حسيت كأن في مقاومة، كأن حد جوه بيزق الباب. فتحت بسرعة، الجثة قدامي ثابتة، بس شفت على الباب من جوه علامات، 5 خطوط طولهم زي صوابع اليد. قفلته تاني وقررت اخرج اخد نفس، بس وانا ماشي سمعت نفس الصوت من تلاجة تانية. القصة التالتة اللي اتكلمت بعد ما ماتت. الحالة دي كانت واحدة ست صغيرة، ماتت بعد عملية جراحية فاشلة، كانت لسه متغطية ولسه ما اتسجلتش رسمي. وانا بكتب البيانات، الحارس اللي واقف جنبي قال لي هي قالت حاجة. بصيت له وقلت له مين؟ قال لي اللي على الترابيزة. انا سمعت صوت خفيف بيقول انا مش ميتة. طبعا اتوترت جدا. قربنا منها، وشها كان مريح كأنها نايمة، مفيش نبض مفيش نفس. سجلنا الحالة رسمي، بس الحارس رفض يقرب من المشرحة تاني. قال لي لو دي كانت آخر حاجة اسمعها قبل ما تموت يبقى هي ما ماتتش مرتاحة. كل ما نحاول نفهم الموت بنكتشف اننا اصلا مش فاهمين الحياة. الجثث ساعات بتتكلم بس بطريقتها، ودايما ورا كل جثة في حكاية، وانت لسه ما سمعتش نصها.